فضيحة جديدة من الاتحاد الافريقي النهارده، واللي حصل لازم الاهلي ما يسكتش عليه. الكوره ما جاتش خالص في ايد اليو ديانج، بالعكس جت في جنبه وجت في بطنه. زي ما هو واضح الراجل كان واقف هيتجنن وهيشد في شعره اللي مش موجود اصلا، بسبب ان الكوره دي اتحسبت ضربة جزاء من الحكم الليبي المرتشي النهارده، اللي واضح جدا انه واخد تعليمات وواخد حاجات تانية عشان يكسب الجيش الملكي في فضيحه فضيحه فضيحه. وتقريبا عشان الاهلي سكت على قصه جراديشار وطرد جراديشار، بيحصل ده تاني النهارده في قلب المغرب بضرب الجزاء. فضيحه. ومش بس كده، ده حتى في التنفيذ نص فريق الجيش الملكي زي ما هو واضح كده داخل جوه منطقه الجزاء، ورغم كده الحكم ما عادش ضربه الجزاء اللي كانت لازم تتعاد بعد ما اتسجلت هدف. هل يا ترى الاهلي هيسقط على كم الفضايح اللي حصل النهارده دي في الماتش، ولا هيبقى فيه حاجه قويه وتحرك قوي الاتحاد الافريقي شكله اتجاهه ان الاهلي ما يبقاش في البطوله وان الاهلي ما يبقاش بطل البطوله، عايز ينهي على سيطره وهيمنه النادي الاهلي زي ما هو واضح كده النهارده، وزي ما حصل في دور ال 32 اللي فات. وهو ده اللي بيحصل من الاتحاد الافريقي. وفوزي لجع شكله شغال الله اكبر، الله ينور مع الحكام ومع الدنيا كلها. وهل الاهلي هيسقط على الفساد الافريقي ضربه جزاء ما فيهاش اي حاجه، وكمان تنفيذ ضربه الجزاء كان المفروض يتعاد والحكم ما عادهوش؟ قول لي ايه رايك وشير على اوسع نطاق، وافضح الاتحاد الافريقي وحكام افريقيا والحكم الليبي بتاع شمال افريقيا اللي عمل الفضيحه دي النهارده.